السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع كل صلاة تغفر ذنوبك وترفع درجاتك وتفوز بأجر الحاج المحرم. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام هنا للرجال وللنساء. أسأل الله أن يحفظكم جميعا، اللهم آمين. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، يعني ضيافة كلما غدا أو راح. كل لما نروح المسجد أو نيجي من المسجد الله عز وجل يعد لنا ضيافة في الجنة، ما شاء الله. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته، يعني من توضأ في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتان إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، أي في الجنة. يعني الواحد وهو رايح المسجد كل خطوة وهو ماشي، الخطوة دي تحط خطيئة والتانية ترفع درجة في الجنة. دي تحط خطيئة، دي ترفع درجة في الجنة لحد ما يوصل المسجد، لحد ما يوصل المسجد رايح وجاي. تخيلوا حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. طب وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. يعني إيه إسباغ الوضوء على المكاره؟ طب نقول الحديث الأول: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ايه معنى الكلام ده؟ النبي عليه السلام بيقول للصحابة وللأمة كلها: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا الذنوب ويرفع به الدرجات، أي في الجنة؟ قالوا له: بلى يا رسول الله، طبعا عايزين نعرف. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره. الدنيا برد والمية ساقعة وانا لسه قايم من تحت الفراش في دفء بقى كده وراحة وداخل عشان اتوضى، لقيت المية ساقعة. فلما اتوضيت والمية ساقعة، ده اسمه إسباغ الوضوء على المكاره، إن أنا أسبغ الوضوء وأوصل المية لكل عضو من أعضاء الوضوء بفضل الله سبحانه وتعالى، رغم إن الدنيا ساقعة والمية ساقعة. فده اسمه إسباغ الوضوء على المكاره. ده من ضمن أسباب مغفرة الذنوب. مع كل قطرة ماء ينزل معها خطيئة من خطايا العبد. يبقى إذن إسباغ الوضوء على المكاره. وبعدين وكثرة الخطى إلى المساجد، الخطوات، ولسه قايلين في الحديث اللي قبله: خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة في الجنة. وآخر حاجة قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رحنا صلينا المغرب فقعدنا في المسجد نقرأ قرآن ونذكر الرحمن سبحانه وتعالى لحد ما صلينا العشاء، ودول أقرب صلاتين لبعض بفضل الله سبحانه وتعالى. فيبقى كده انتظار الصلاة بعد الصلاة، فاعتبر النبي ذلك جهاد للنفس، كما يعني يوازي الجهاد في سبيل الله. قال: فذلكم الرباط، أي الرباط للجهاد في سبيل الله، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. بل وعند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، ركزوا بقى، فأجره كأجر الحاج المحرم، يتحسب له أجر الحج النافلة وليس الفريضة. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة، يعني الصلوات الخمسة، تمام، فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني إلى صلاة الضحى. قول لي يا شيخ محمود، هو في حد بيخرج عشان يصلي صلاة الضحى؟ ما احنا بنصليها في البيت. نعم، لو الإنسان هيصليها في المسجد فليه أجر زائد عن صلاتها في البيت. واضح كده؟ طب والأصل بقى
الأصل إن إحنا لو كنا ربنا يكرمنا كده وقاعدين في المسجد من بعد الفجر لحد بعد الشروق بربع ساعة ونصلي الضحى، فلنا أجر حجة وعمرة تامة كما جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين اللي هم الضحى، كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة. تمام كده؟ يبقى ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. كل الأجر بقى اللي أنا ذكرته ده كله وكل الثواب اللي أنا قلته ده كله، المرأة المسلمة والفتاة المسلمة تاخد نفس الأجر والثواب كاملا إذا صلت الصلاة في بيتها وفي وقتها. صلت الصبح وجلست في مصلاها تذكر المولى عز وجل لحد بعد الشروق بربع ساعة، وصلت ركعتين الضحى بفضل الله، لها أجر حجة وعمرة تامة. ليها نفس أجر الرجل وهو رايح للمسجد، خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة في الجنة، وهي قاعدة في بيتها دون أن تخطو خطوة واحدة. ليها نفس أجر الرجال وهم رايحين المسجد وهم راجعين من المسجد، وليها نفس أجر الرجل وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة. بعد الصلاة إذا جلست هي في البيت تصلي المغرب وتجلس في مصلاها تذكر الله وتقرأ القرآن لحد صلاة العشاء، تاخد نفس أجر وانتظار الصلاة إلى الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. وليها أجر عظيم جدا يعد الله لها نزلا في الجنة كلما غدت إلى مصلاها أو عادت. يعني هي قاعدة في غرفة النوم وبتصلي مثلا في غرفة الصالون، أو بتصلي في غرفة معينة أو مكان معين عاملينه في الريسبشن للصلاة. لما تخرج من غرفة النوم وتروح عشان تصلي في المصلى بتاعها في نفس البيت في نفس الشقة، الله عز وجل يعد لها نزلا يعني ضيافة في الجنة كلما غدت أو راحت. يا خبر أبيض، ده هم كلهم يا شيخ محمود 5 متر، تاخد أجر عظيم جدا نفس أجر الرجل وهو رايح للمسجد اللي على بعد 1000 متر. في أكتر من كده إيه ثواب، وفي تكريم للمرأة إيه أكتر من كده بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان عنوان المقطع: مع كل صلاة تغفر ذنوبك وترفع درجاتك أي في الجنة وتفوز بأجر الحاج المحرم بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك نفس الحكاية، الرجل خارج اتوضى في البيت وراح عشان يصلي صلاة مكتوبة، مع كل مرة فأجره كأجر الحاج المحرم. وللمرأة في كل مرة تتوضى وراح تصلي في المصلى بتاعها في الشقة في البيت بتاعها فأجرها كأجر الحاج المحرم بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل ألا يحرمكم من هذا الأجر والثواب. حافظوا على صلاتكم في وقتها بفضل الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.